ضروري كده مع دخول الشتاء وادوار البرد اللذيذه اللي داخله علينا دي نعمل كده، نهتم بالعصاير. العصاير فيتامين سي يا بنات، اهتموا بيه جدا جدا جدا. معايا كده قنبله من فيتامين سي. هنعمل كده ميكس عصير لذيذ جدا وحلو جدا، ويلا بسرعه في 3 دقايق هنكون عاملينه. معايا كده جوافه خدتها اغسلها، وبعد كده معايا ليمونتين هقطعهم بقشرهم ببذرهم، مش هنرمي حاجه. معايا حزمة نعناع جميلة كده ولذيذة، هغسلها واشيل الجدر من تحت، مش عايزة الجدر، وهاخد بقية الحزمة كلها. طبعا كلنا احنا عارفين هنا حجم الحزمة عامل ايه هنا عندنا، هما يعني يتعدوا، مفيش يعني مش كتيرة ولا كبيرة ولا حاجة. وهي اضافة لذيذة وحلوة جدا، كشكل ريحة طعم بفايدة. بصراحة النعناع حاجة من الحاجات اللذيذة اللي ما بقدرش استغنى عنها في يومي. الليمون، تعالوا بقى كده نقطع الجوافة، غسلتها كويس قوي. كل الحاجات دي نغسلها كويس قوي، وهنحطها هنقطعها ونحطها زي ما هي. هنفرمها كويس قوي، وبعد كده هنعمل ايه؟ وبعد كده هنصفيها. هناخد فايدة كل حاجة، مش هنرمي، عشان احنا محتاجين يعني محتاجين باور، محتاجين باور كويس قوي. هاخد بقى الجوافة بعد ما غسلتها كويس قوي، وهشيل كده هشيل الوردة بتاعتها دي، وهشيل الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق، وبعد كده هاخدها كلها. حط كده كل المكونات على بعضها. حطيت تقريبا نص كيلو جوافة، يعني انا ما حطيتش كتير. المكون ده لذيذ جدا وحلو جدا، وهيكون احلى يا ريت لو عندكم عسل ابيض. الله الله الله. اتفرجي بقى على الباور وعلى الطاقة اللي انت هتاخديها. معايا كمان حاجة، وهي بتزود فايدة العصير وحلاوته، وهتخلي ولادكم يشربوه وهما مش واخدين بالهم هو فيه ايه. هحط كده كوباية لبن، يعني ربع كيلو لبن. هحط كوباية لبن وكوباية مية، شوية عسل او شوية سكر، وشكرا على كده. على فكرة ممكن نزود كريم شانتيه، يبقى حلو جدا، بس انا حبيت اختصر لكم شوية. فعلا مش عارفة ليه بنيجي في الشتاء وبنهمل العصاير بصراحة، مع ان هي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ممكن نعملها، يعني انا عاملاه مش عاملاه بمية ساقعة، يعني انا غالية اللبن وسبته برد تماما على البوتاجاز، وبعد كده حطيته على العصير عادي، مش متلجة ولا حاجة. كمان المية جايباها من الحنفية عادي، مع ان الجو لسه مسقعش يعني قوي، بس انا عملت كده برضو عشان خاطر الجو برضو لسه يعني بدأ يبقى ساقع. حطيت السكر وحطيت المية، هي كوباية لبن وكوباية مية، وحطيت السكر حسب الرغبة، ولو عسل بجد هيكون حلو جدا. هجيب بقى كله على بعضه في الخلاط، صدقوني هو ميكس حلو قوي. فرمته بقى كويس قوي، القوام بتاعه لو تقيل زودوه شوية مية او شوية لبن عادي، مش مشكلة خالص. ان هو بيبقى حلو وهو تقيل شوية. اقول لكم بقى، هو شكله وطعمه لو بالعسل هيكون مدي على ايه. ودي مفاجأة بقى حلوة للناس اللي بتحب الافوكاتو. هو شكله مدي على الافوكاتو، يعني تشوفوه كده هتحسوا ان هو افوكاتو بصراحة. طب طعمه لو في عسل، لو في معمول بالعسل هيبقى طعمه مدي عليه شوية. بس هو حلو، يعني هو في جميع الحالات حلو وهيعجبكم. واهم حاجة بصراحة ان هو فايدته حلوة. كان يعني احنا بقينا يعني تحس ان احنا كده بنيجي على اخر الاسبوع الواحد بيكون فاصل خالص بصراحة، وعايز اي حاجة كده تصحصحه على اول الاسبوع كده، مع المذاكرة ومع المجهود اللي احنا بنبذله كل يوم. تعالوا بقى نصب العصير اللذيذ الجميل اللي لو قعدت اشكر فيه من هنا لبكره مش هخلص بصراحه. وانا ناويه اعمل لكم تشكيله عصاير حلوه تكون في الشتاء، عشان خاطر ادوار البرد اللي احنا بناخدها دي بصراحه، يعني ربنا يعافينا منها ويبعدها عنا. وعايزين نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. شفتوا الشكل الجميل، القمر العسول. شكله حلو جدا بصراحة، وطعمه حلو وهو مفيد. هيديكوا بإذن الله طاقة وباور بإذن الله. العصاير مهمة جدا جدا معانا. تعالوا بقى نعمل شوية حركات كده عشان خاطر نحل الشكل أكتر، عشان أعصابنا تهدى شوية، عشان الأعصاب بعافية شويتين. بشكر الخمسة ستة اللي بيتابعوني وبيدعموني. حطلي لايك للفيديو القمر ده، واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.